في ناس كتير جالها اللينك ده النهارده. الرساله دي بتيجي لناس كتير على المسج بشكل عشوائي، وفي لينك شكله طبيعي كانه جاي من شركه شحن، بيوصل لك طلب، بس الحقيقه ده مش الطلب اللي انت طلبته اونلاين خالص، ده لينك اختراق. اللي بيخلي الناس تقع في الفخ ده ان في ناس كتير فعلا بتبقى مستنيه طلبات اونلاين اللي هي طلبتها، فاول ما بيشوفوا الرساله بيجوا داخلين على اللينك ويبدا يدخلوا على اللينك ده ويدخلوا ساعات بيانات، او اول ما تدخل على اللينك بيحصل مصيبه. اللي بيحصل بالظبط بعد كده ان بتتاخد صلاحيات على الصور والفيديوهات، وساعات بينزل برنامج تجسس على الجهاز، وبيتم ساعات سحب الواتساب، وساعات كمان في لينك من بعض اللينكات اللي بتوصل لك بيطلب بيانات الفيزا او الحاجات اللينك اللي هي علاقه بالبنك بتاعك، وانت بيبقى شكل الطلب اللي انت طلبته، وبتبدا تدخل بياناتك، وبعد كده بيتم سرقه الفيزا. وفي بعض اللينكات بيتم بيها سحب الصور او الفيديوهات، وبعد كده بيحصل لك عمليه ابتزاز ليها. ممكن تكتشف ان انت تم اختراقك بعد المصيبه للاسف ما تحصل. ازاي تحمي نفسك سريعا؟ اوعى تفتح اي لينك من رقم غريب او رساله الا ما تكون متاكد منها من اعدادات اللي عندك. ادخل على البرنامج اللي انت طالب منه الابلكيشن وشوف الطلب اللي انت طلبته جاي امتى، وبلاش تضغط على اي رساله ممكن تجي لك. في برضه ممكن تدخل تفعل ميزه اسمها بلاي بروتكت من الاعدادات لو انت جهازك اندرويد من على الجوجل بلاي. لو انت برضه بتستخدم انتي فيروس، يا ريت يكون بتستخدم انتي فيروس محترم، تقدر تنزله على الجهاز عندك عشان يقدر يتشيك اي لينك انت بتفتحه. امسح الكاش والروابط الغريبه اللي